أهلا بكم أعزائي متابعي المشاهدين. مع المسيح ذاك أفضل جدا. مطرانية دير مواس ودلجة تنعي أبنائها ضحايا حادث انهيار سور دير أبو فانا. أعلنت مطرانية دير مواس ودلجة الأقباط الأرثوذكس برئاسة الأنبا بقتر في بيان رسمي نعيها للأطفال الأربعة الذين فقدوا حياتهم نتيجة انهيار جزء من سور حجري بدير أبو فانا الواقع غرب مركز ملوي ظهر اليوم الجمعة. وأوضحت مطرانية دير المواس ودلجة أنه تقرر إقامة جنازة موحدة للأطفال الأربعة مساء اليوم في كنيسة السيدة العذراء مريم بمقر المطرانية. ويترأس صلاة الجنازة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وإنصنة والأشمونين. وذكرت مطرانية دير مواس ودلجة في بيانها أنها تودع أبنائها على رجاء القيامة، وهم بدر شنودة بدر ونادية أشرف يونان وتودرس بدر حنة وشنودة باسم إبراهيم. وفي إطار الحادث قررت الجهات المختصة تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص السور المنهار والمباني المحيطة به لتحديد الأسباب الفنية والإنشائية التي أدت إلى هذه الكارثة، وإعداد تقرير تفصيلي يقدم لجهات التحقيق. وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا عن وقوع إصابات بين الزوار نتيجة انهيار السور داخل نطاق الدير، وعلى الفور توجهت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث نقل المصابون إلى مستشفى ملوي لتلقي العلاج اللازم. والجدير بالذكر أن الحادث وقع عند انهيار جزء من السور الفاصل بين دير أبو فانا الأثري والمزرعة التابعة للدير، مما أثر عن وفاة 4 أطفال وإصابة 2 آخرين بينما كان يلهون في تلك المنطقة الرملية. وقدمت مطرانية ملوي تعازية الحارة لأسر الضحايا، مؤكدة على صلواتها المخلصة من أجل الشفاء العاجل للمصابين. وفي الوقت ذاته احتشد عدد كبير من أقارب الضحايا والمصابين أمام مستشفى ملاوي التخصصي للإطمئنان على أوضاع أحبائهم ومتابعة آخر المستجدات وسط مشاعر من التوتر والانتظار. وتستمر الفرق الطبية داخل المستشفى في تقديم الرعاية والعلاج اللازمين للمصابين مع منح اهتمام خاص للحالات الحرجة. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.